اللابتوبات دلوقتي في 2025 للاسف يعني كده للاسف بقى تقريبا مع المستقبل، لان التوجه العام دلوقتي بقى رايح ناحيه اللابتوب، رايح ناحيه الاوبشن المريح اكتر، الاوبشن الخفيف، الاوبشن اللي ما عندوش اي مشكله انه ما يقدملكش اقوى سبيكس ممكنه قصاد انك تاخد راحه او تاخد فكره الموبيليتي انك تعرف تتنقل بيه يعني. بس هل يا ترى كل اللابتوبس ما بتوفرلكش اعلى سبيكس ممكنه؟ اكيد لا. يعني انت عندك سواء كنت ويندوز ولا ماك او اس، عندك لابتوبات كتيره بتوفر بيرفورمانس ممكن يكون اعلى من البي سي او اعلى من ديسكتوبس بنشوفها بتبقى نازله كمان في موديلات جديده يعني. بس انا في الفيديو ده حابب اشارك معاك فكره غبيه كده جت في دماغي، ان احنا هنقارن ما بين اقوى لابتوبين موجودين في السوق حاليا، واحد منهم ويندوز والتاني ماك او اس. ويلا بينا. ايه الاخبار؟ ازيك؟ عامل ايه؟ بص يا معلم، لو انت لسه اول مره تشوفني مش هوصيك بقى، احنا خلص بقالنا كتير بقى، فما تنساش ايه، خد بالك تعمل اشتراك في القناه كده، وعايزين نوصل ل 2000 مشترك، وخد بالك وما تنساش برده ايه، تبعت لينك القناه لاصحابك تقول لهم يخشوا يتفرجوا، عشان عايزين نكسر ال 4000 ساعه مشاهده اللي بقالنا 13 سنه ضوئيه فيهم دول. بالنسبه لللابتوب الويندوز، فاحنا عندنا لابتوب متوحش من ايسس، وبالذات من فئه الار او جي. فئه الار او جي من ايسس هي فئه معموله بس عشان الجيمنج، اللي هي اصلا ار او جي اختصارها ريبابليك اوف جيمرز يعني. وعامه الفئه دي بيبقى فيها لابتوبات كتيره جدا جدا متوحشه، سواء كان الزيفيرس دو، سواء كان الزيفيرس العادي، في حاجات كتيره جدا جدا قليله الادب في الفئه دي يعني. ولكن احنا النهارده منقيين الفلاج شيب بتاعهم، اللي هو فاهم اساس قله الادب يعني. الراتب اللي معانا النهارده اسمه ار او جي ستريكس سكار 18. وحش يعني مش هزار. انت عندك مواصفات مش طبيعيه. مبدئيا لما هنتكلم عن البروسيسور، فانت عندك كور 9 الترا، اقوى بروسيسور او واحد من اقوى البروسيسورز اللي موجوده في العالم تقريبا بالنسبه للويندوز. وعندك كمان كارت شاشه انفيديا ار تي اكس 5090 24 جيجا بايت في رام مع 64 جيجا بايت من الروم و4 تيرا بايت اس اس دي ان في ام اي ام دوت 2. خلاص قلنا المواصفات بقى، تعالى ناخد السبيكس بتاعته كده ونفصصها حته حته. مبدئيا انت عندك الانتل كور 9 الترا، ولو انت اصلا حاسس ان انت تايه شويه وايه الكور 9 الترا ده، هي مش كانت كور اي والكلام ده، احنا عملنا فيديو مخصوص اتكلمنا فيه عن كيف بدا البروسيسور ده، فيديو اتكلمنا فيه بالتفصيل عن رحله المعالجات وازاي بدات وبتاع، كان الاي اللي هنا واللي هنا اتفرج عليه عشان الفيديو ده كان مصروف عليه يعني. مبدئيا انتل كور 9 الترا ده جاي ب 16 كور و24 ثريدز مع تردد بيوصل لغايه 5.1 جيجا هرتز. بس المميز اصلا بقى في الكور 9 الترا ده لا التردد ولا الكورز ولا الثريدز، المميز فيه هي حاجه اسمها الام بي يو اللي هي نيورال بروسيسنج يونت، ودي وحده محطوطه مخصوص جوه البروسيسور عشان تستخدم بس للذكاء الصناعي والماشين ليرنينج، ان الجهاز فعليا يبقى عنده قدرات فعليه على الورق او حاجه جواه فيزيكال تساعده انه يقدر يتعلم منك ويقدر يتعلم من الطريقه اللي انت تستخدم بيها الموارد بتاعته. شايفك يا اللي بتقول ان ده شبه جدا جدا النيورال كورز اللي موجوده في الام بروسيسورز من ابل، برافو عليك، دي حقيقه فعلا، هو فعليا بيعملوا نفس الفانكشن بالظبط. ابل في الام بروسيسورز عندها عدد من الكورز ممكن يوصل لغايه 16 كور معمولين بس عشان حاجه اسمها النيورال انجن، اللي هو تبقى معمولين عشان الجهاز يتعلم منك ويتعلم من طريقه شغلك ويبقى اذكى معاك يعني، فاهم قصدي؟ فدي حرفيا بتعمل تقريبا نفس الفانكشن يعني. طيب خلصنا تقريبا كده كل حاجه عايزين نقولها على المعالج، تعالى بقى ننتقل للحاجه المفضله والحاجه اللي انا بحبها اكتر حاجه اصلا بحبها يعني، وهي كارت الشاشه. مع كارت الشاشه ايه الادب اللي هنا المعروف بانفيديا ار تي اكس 5090، حضرتك معاك 24 جيجا بايت من الفي رام، وده ممتاز جدا جدا لاكتر شغل تقيل انا اشتغلته في الانيميشن عامه يعني. اكتر شغل تقيل في حياتي انا اشتغلته في الانيميشن كان على كارت شاشه 16 جيجا واللي هو الار تي اكس 4060 تي اي، وحرفيا كان زي السكينه في الحلاوه. ففكره ان انت معاك 24 جيجا بايت من الرام هي هتضمن لك طبعا انك هتقدر تبرفورم على اي حاجه انت عايز تبرفورم عليها يعني. وكمان عند حضرتك 64 جيجا بايت من الرام، وده رقم كويس جدا جدا لاتقل حاجه ممكن تشتغلها. خصوصا كمان زي ما قلت لك ان في بروجكتس على افتر افكتس هتلاقي ان افتر افكتس لوحده ممكن يبقى ساحب لغايه 20 و30 جيجا كمان من الرامات، بس ده لو انت عامل بروجكت ضخم قوي يعني، او ده لو انت فاهم حاطط افكتات كتير قوي يعني. بس في العادي هو افتر افكتس اصلا بلعت رامات عشان تبقى عارف، وابن كلب الاثنين. وعند حضرتك برضو 4 تيرا بايت اس اس دي ان في ام اي ام دوت 2 اللي هو اسرع هارد تقريبا موجود في العالم يعني. وكل الكلام الجميل ده على شاشه 18 انش 2.5 كي. حرفيا ما فيش سبيك من السبيكس بتاعت اللابتوب هو مش نقطه قوه بالنسبه له، بس ممكن نقول ان هتبقى اقوى حاجه هنا هو كارت الشاشه اللي فيه، لان كارت الشاشه بصراحه ده تقريبا واحد من اقوى كروت الشاشه اللي موجوده في العالم، وانا بعشق اصلا 5090 بصراحه يعني بصراحه. ونخش بقى على القسم الثاني. عند حضرتك الماك بوك برو الام 4 ماكس نسخه 2024، ولو انت متابع ابل من سنه 2020 في اللاين بتاع الماك بوكس ده، ابل غيرت الطريقه اللي هي بتتعامل بيها مع اللابتوبس تماما عن طريق اختراعها الام بروسيسور سنه 2020 بعد ما فسخت عقدها رسميا مع انتل. الموضوع بمنتهى البساطه يبقى ان ابل بدات في لاين جديد اللي هو الام بروسيسورز، والام بروسيسور ده انا فاكر ان الام ده لما نزل في 2020 كان حرفيا مكسر الدنيا، والسبيكس بتاعت اللابتوب اختزلت، بدل بقى ما احنا بنقعد نقول ده كارت الشاشه ايه وده مش عارف ايه والبروسيسور ايه وبتاع، اختزلت في حاجتين بس انت محتاج تعرف دلوقتي البروسيسور ايه بالظبط والرامات اللي موجوده قد ايه، او اليونيفايد ميموري، على معلش عشان ابل ما بتحبش كلمه الرامات دي بتعصبها فخليها الايه اليونيفايد ميموري يعني.
يعني. مبدئيا احنا معانا هنا الام 4 ماكس، وعامه لما تيجي تقارن ما بين اثنين بروسيسورز من ابل بتبص على الكورز، بقت الشيب نفسها جواها فيها سي بي يو كورز وجي بي يو كورز، وبالتالي كل ما زادت الكورز دي كل ما البرفورمانس زاد يعني. ودي هي الحاجه الوحيده اللي بتخليك تقارن ما بين اثنين شيبس او معالجين من ابل في نفس الفئه اللي هي فئه الام يعني. خد بالك لو جينا بصينا على اللابتوب اللي هنا انت عندك ام 4 ماكس، ولو جينا بصينا بقى جوه الام 4 ماكس واخد بالك هنلاقي بلاوي يعني. ما شاء الله ما شاء الله، عندك 16 كور من السي بي يو و40 كور جي بي يو. انت متخيل الرقم ده قد ايه؟ عشان نديك برسبكتيف يعني، اول بروسيسور خالص نزل من فئه الام اللي هو نزل سنه 2020 كان جايب ب6 كور من السي بي يو و8 كور بس من الجي بي يو. كان تقريبا الارقام اتضربت في 2 وبالنسبه للجي بي يو اتضربت في 5، فدي مالناش علاقه بيها يعني. والسبيكس دي كلها بتخلي البروسيسور ده فوق الممتاز بشويه في انه يهندل اي شغل حضرتك ترميه عليه. وكمان عندنا الميديا انجن او الديكودرز اللي اساسا معمولين عشان يسهلوا عليك موضوع الريندر، والتقل بتاع الجهاز يخف شويه لما الديكودر ده يشتغل، بحيث ان حضرتك تعرف تأديت بشكل اسلس واسهل يعني. وده اللي بيخليك تقدر تعمل شغل على فيديوهات بتوصل لغايه كواليتي 8K من غير ما تحس ان في اي حاجه، عادي خالص منتهى السلاسه. بالنسبه لليونيفايد ميموري تعالى نسخه بتوصل لغايه 128 جيجا بايت، يعني نقدر نقول ان اعلى نسخه من الجهاز ده لو هنماكس فيه كل حاجه هتبقى 128 جيجا بايت من الرام، واللي هو اكتر من كفايه بكتير. لما اعتقد ده كتير قوي اصلا، عايزين يبقى اقوى لابتوب من ابل يعني. طيب تعالى بقى نشوف العركه اللي ما بين اللابتوبين دول. بصراحه اللابتوبين جايين بقدرات هايله جدا بصراحه لو هنتكلم بصراحه يعني. وسؤال مين هيكسب، اجابته معتمده بنسبه كبيره على استخدامك انت يعني. على سبيل المثال لو هنتكلم في شغل بس، او لو هنتكلم في ان حضرتك عايز تشتغل فقط على اللابتوب، فالانفايرمنت او الماك او اس عامه مهيأ اكتر للموضوع ده، على عكس الويندوز اللي ممكن يبقى مهيأ اكتر للجيمنج شويه، انك تقدر تنزل عليه جيمز والكلام العبيط ده. ولكن الماك او اس مهيأ اكتر، او تحس ان هو معمول اصلا عشان يبقى بس بتاع شغل، وما ينفعش اصلا تنزل عليه اي لعب من بره ولا الكلام ده عشان تبقى فاهم يعني. ولكن برضو الماك بوك بيتميز اكتر في حوار الميديا انجن والديكودرز اللي موجودين جواه، اللي بيخلوه يسهل عمليه الاديتنج شويه. وللاسف الميديا انجن والديكودرز دول مش موجودين في اللابتوب الويندوز. ولكن على الرغم من غياب الديكودرز من اسوس، فانت عندك بروسيسور وكارت شاشه قويين جدا قادرين ان هم يهندلوا اي فوتج مهما كانت الريزولوشن بتاعها. فكره غياب الديكودرز والميديا انجن من اللابتوب الويندوز، ولكن في نفس الوقت برضو وجود القوه اللي البروسيسور وكارت الشاشه بيقدمها، هي اساسا حاجه مخليني محتار اساسا يعني. بصراحه لو اختار لابتوب من الاثنين مش عارف اختار انهي، لان الاثنين اصلا قويين جدا، والاثنين اساسا هيقدروا يسدوا في اي نوع من انواع الشغل اللي انت هتستخدمه. ولكن في حالتي انا كمحمد يعني، هقول لك رايي الشخصي. حالتي انا كمحمد، انا بصراحه مش جيمر يعني. انا مش النوع اللي هو اللي بيجيب لابتوب مخصوص عشان يشتري لعب او عشان ينزل لعب من على النت وبتاع. ده مش انا خالص. انا شخص مينلي اللابتوب بالنسبه لي او الكمبيوتر بالنسبه لي هو ديلي براوزنج وشغل فقط. حته الجيمنج عندي دي ماتت من زمان. الخلاصه يعني ان انا كمحمد ما عنديش الحوار الجيمنج ده خالص، وانا بصراحه مرتاح اكتر للماك او اس. فبصراحه لو انا كمحمد بختار، انا اختار الماك بوك برو الام 4 ماكس، وخصوصا كمان ان هو حرفيا تصميمه فشيخ حرفيا يعني. وفي برضو حاجه ثانيه عايز اقولها لك، ان المستقبل اصلا مع شرايح الام، لان شرايح الام دلوقتي معظم البرامج بقت نازله بتدعمها. احنا شفنا برامج الفتره اللي فاتت اصلا بقت بتقدر تستغل الديكودرز اللي جواها والميديا انجنز اللي جواها عشان يسهلوا عليك عمليه الشغل. فبصراحه انا شايف ان المستقبل مع شرايح الام، وشايف ان لو انت اصلا مينلي رايح ناحيه الشغل تبقى خطوه منطقيه جدا جدا انك تشتري الام، او انك تستثمر في لابتوب فيه الام بروسيسورز بتاعت ابل يعني. لو اخترت الماك بوك زي هتبقى خسرت اللوك الروش جدا اللي جاي فيه الايسس ار او جي ستريكس ده، على الرغم من كون ان انا اصلا ديزاين الماك بوك عجبني اكتر، ولكن فكره الار جي بي اللي في كل حته في اللابتوب دي بصراحه مخلياني ايه عجباني يعني بصراحه مش عارف. بالنسبه للسعر فاحنا اصلا بنتكلم في اسعار خزعبليه. ماك بوك برو الام 4 ماكس بالسبيكس اللي احنا عاملينها دي هيبقى عامل في رينج تقريبا حوالي 300,000 جنيه، في حين ان الايسس ار او جي ستريكس كار 18 هيبقى عامل 292,000 جنيه. طبعا هي ارقام خزعبليه جدا وارقام مش منطقيه خالص، ولكن اللي بيشتري ديفايس بالكم ده كده استثمار في شغله اللي كده اصلا بيجيب له فلوس. وبكده يكون دوري خلص وخلصت كل اللي كنت عاوز اقوله. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده، تعمل سبسكرايب في القناه، وتفعل الجرس عشان كل ما انزل لك فيديو ان شاء الله باذن الله يوصلك اشعاره اول باول. واللينكات بتاعت السوشيال ميديا بتاعتي كلها هتلاقيها موجوده تحت الفيديو في الديسكربشن. خش وابعت لي وكلمني ونبقى اصحاب. شكرا ليك جدا، واشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام عليكم.